اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وسلامه يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نصوب القديد او القديد او القديد المغربي. نتقاسم معكم طريقتي في التحضير ديالو. كيف ما كتعرفوا فهي وصفه قديمه، يعني من الزمان، يعني ديال الجدات، واللي حنا كبرنا عليها بطبيعه الحال. كيف ما كتعرفوا الاضحيه فاحنا كنخرجوا منها، يعني كيف ما كتعرفوا اشكال كوتليت، ستيكات، بوفتيك، قضبان، هذا. فتيبقى لينا شنو؟ تيبقى لينا القديد او الكرداس، يعني هادو كيبقاو من الوصفات يعني القدام، موروثين قدام، اللي حنا بطبيعه الحال كبرنا عليهم وتنبغوهم بصراحه بزاف. اللي هو اللحم اللي تيكون يعني كما كنقولوا كيتشمس على او مجفف في الشمس. كيف ما كتشوفوا كناخذوا بالنسبه للقديد فاحنا كناخذوا دوك الجوانب اللي تيكونوا في الجانب ديال كما كنقولوا ديال الضلعات، كيكونوا فيهم شويه الهبره بطبيعه الحال كيف ما تشوفوا. وتنقطعوهم هكا على شكل هكا طول، ما يكونوش غلاط بزاف وما يكونوش رقاق بزاف. الا كانوا غلاط في اللحم ما غاديش يكرم لكم على بالزربه، والا كان رقيق بزاف كيف ما تعرفوا فهو غادي يزيد يكرم. فهو غادي يزيد ملي كيجف وكيتشمس فهو تيتجمع واحد شويه. كنقطعوهم على هذا الشكل كيف ما شفتوا باش يسهل علينا اننا نعلقوهم في الحبل ديال النشير. كيف ما شفتوا الكميه كتبقى الكميه على حسب كل شخص، وعلى حسب الاضحيه اللي عندكم، وعلى حسب كل شخص وشحال بغى ديال القديد. كنحتاجوا في هذا القديد كيف ما شفتوا اللحم ديالنا. عندنا هنايا الخل، وعندنا هنا القزبر مطحون كيف ما تشوفوا. هنا عندنا الخل، هنا عندنا القزبر يابس مطحون او بذور القزبر مطحون. عندنا الثومه ممكن ديروها يعني ثومه فصوص وتهرمشوها هي والقشره ديالها. انا عندي الثومه انا استعملتها او لا صوبتها قبل، يعني حيدت عليا صوبتها قبل من عيد الاضحى. هذه الكميه كامله درتها عندي في الثلاجه، غير في الثلاجه كناخذ منها وتنقضي بها. الملح بطبيعه الحال كتعرفوا القديد كيبغي الملح بزاف. وعندنا هنايا الخرقوم عرق او الكركم كيف ما تشوفوا، الخرقوم البلدي. وهنا عندنا الكمون بطبيعه الحال، الكمون البلدي حتى هو اللي مطحون منزليا، يعني بطبيعه الحال مغسول ومنقي ومقشر ومطحون منزليا. كيف ما كتشوفوا كناخذوا هنا في الثومه، انا ناخذ تقريبا معلقه كبيره كيف ما شفتوا. كتبقى على حسب الكميه اللي عندكم ديال اللحم، يعني الكميه كانت كثيره فانتوما كتضاعفوا المقادير، كانت الكميه قليله فانتوما كديروا الكميه قل. كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبه للقزبر مدقوق او القزبر حبوب او بذور القزبر، فانا غادي ندير 2 معالق كبار. بالنسبه للخرقوم بلدي او لا الكركم كيف ما شفتوا، انا غناخذ معلقه كبيره كيف ما شفتوا. الكمون حتى هو غناخذ واحد المعلقه كبيره عامره تكون هكا، ممكن نضيف نص معلقه. انا الكمون عندي بلدي، الريحه ديالو كتكون هائله. بالنسبه للملحه اللي غادي نكثروها تقريبا هاد الكميه انا غندير فيها 3 المعالق كبار هكا. كيف ما كتعرفوا فالقديد ضروري ما يتملح عندنا مزيان، الملحه هي اللي كتحافظ عليه وما تيخليش يخسر لنا. هنا عندنا الخل هو اللي تيطري لنا القديد ديالنا، ما تيجيناش ناشف وما تيجيناش قاصح وناشف. كيف ما شفتوا انا درت كيف ما شفتوا 5 المعالق ديال الخل. صافي كنضيفوا دابا زيت المائده كنضيفوا الكميه الكافيه تقريبا. هنا غنضيف واحد كاس ونص وغنخلط وغادي نشوف واش غادي يقدني. بسم الله، واش غادي يقدني هاد الزيت اولا غادا نضيف. من ناحيه التخلاط اخواتي من الاحسن تستعملوا اليدين ديالكم باش هاد التوابل يدخلوا لينا في هاد الهبره ديالتنا او هاد الطريفات ديال الهبره ديال اللحم اللي عندنا. صافي كندخلوا مزيان هاد، ضروري ندخلوهم مزيان. صافي كنظن انا كفايه عندي ديال الزيت، هي هذه ما غاداش نضيف الزيت. كامل تحلوه هكا، ما تخلوش حتى شي وحده، كله يتحل هكا، كله يتخلط. كيف ما كتشوفوا اخواتي من بعد ما خلطت اللحيمات ديالي اولا الهبره اولا القديد ديالي في الخليط ديالي اولا في التوابل، فانا غادي نغطي هذا الاناء وغادي ندخلو للثلاجه، غنخليه ليله كامله.
وكل مره يعني مثلا 2 سوايع 3 سوايع 4 سوايع، المهم انا تنقضي شغالاتي. ومره ملي تنحس مثلا مرت 3 سوايع او 4 سوايع، فانا تنحل على هذا الاناء وكنعاود نخلط. تعاودوا تخلطوه هكا وتعاودوا تردوه حتى للثلاجه حتى يبقى عندكم ليله كامله، اولا 8 سوايع اولا 10 سوايع، المهم قد ما بقى فيها التتبيله قد ما كيجيكم بنين وكيجيكم زوين. غنخليه هكا، انا غنخليه تقريبا واحد 12 ساعه صافي. من بعد عاد باش غادي نشمشوه ان شاء الله، وهانتوما غتشوفوا معايا المراحل ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اخواتي هنا بالنسبه للقديد، كيف ما سبق لي قلت لكم درتو في الثلاجه وبقيت كل مره تنقلب فيه هكا نيه، تنقلبوا هكا حتى تتشرب لي مزيان ديك العطريه. دابا ان شاء الله غادي نخرجوه للشمس ان شاء الله وغادي نشروه في الحبل. هنا عندي كيف ما تشوفوا، هنا عندي الكرداس كيف ما شفتوا حتى هو تنديرو هكا في الشبكه وتنخلوه تيقطر لينا من الماء ديالو. حتى هو غادي نشروه في الحبل ان شاء الله بحول الله باش يكرم لنا. كيف ما شفتوا راه نشف لينا من المياه ديالو، غنشروه ان شاء الله في الحبل حتى هو باش يبس لينا. من بعد نبداو نعمروا فيه حتى هو ونصوبوه ونكملوه. وهنا كيف ما تشوفوا عندي المجبنه اولا الحشوه اللي حنا غادي نديروها ان شاء الله في المجبنه. المجبنه اخواتي هي هذه، انا غنوريها للاخوات اللي ما تعرفوهاش. انا مرقداها هنا مع هذا الشيء ديال الكرداس. ها هي اخواتي، هي هذه المجبنه كيف ما تشوفوها، كيكون الشكل ديالها هكا كيف ما شفتوا كتعمر. حتى هي اللي غادي نعمرها ان شاء الله. مازال غادي نديرها حتى هي تكرم واحد شويه، تنشف لينا واحد شويه. هذه هي الحشوه ديالتها. كنجيبوا واحد الطاوه هكا ولا اناء اللي حنا غادي يقدر يتحط لينا في الشمس، واللي نقادو حتى هو يشد لينا الحراره باش كما نقولوا ينشف لينا هاد الطريفات اللي عندنا ديال اللحم اللي حنا درناهم. صافي كنسرحوها هكا نيه وكنديروها في الشمس وكنبقاو مره حتى كنقلبوا فيه ونحركوا فيه. ضروري من التقلاب ونتحركوه مزيان. صافي غنحطوه حتى هو في الشمس ونبقاو مراقبين هاد اللحيمات ديالنا. مره تنقلبوهم. كيف ما كتعرفوا الحراره كاينه، فضروري ما غادي يعني كما كنقولوا ما ياخذوش لينا الوقت بزاف. صافي كيف ما تشوفوا فهما متبلين بالملحه بالعطور كيف ما شفتوا بزيت الزيتون، فهو شرب لينا جميع هذاك جميع دوك التوابل اللي حنا درنا له، فهو شرب لينا هذا اللحم. صافي ان شاء الله دابا غادي ندير هاد الحيمات هكا نيه في الشمس. نحط الطاوه ديالتي في الشمس وفي نفس الوقت غادي نشر القديد اللي عندي وغادي نشر الكرداس اللي عندي حتى هو في الحبل. صافي كيف ما كتشوفوا ها هو القديد ديالنا حتى هو نشرناه هكا في الشمس، غادي يبقى هكا حتى يبس لينا كيف ما شفتوا بحال الكرداس. صافي كنبقاو حتى هو مره حتى نجيو هنا وتنقلبوه هكا نيه كيف ما شفتوا حتى يبس لينا تماما. نبقاو مراقبين القديد ديالنا ومره تنقلبوه حتى يبس لينا تماما ان شاء الله. كيف ما شفتوا في الارض فانا درت له الجورنال حتى هو لانه تيقطر لينا كيف ما كتعرفوا باش ما يفسدش لينا السطح ديالنا اولا البالكو ديالنا، فاحنا كنديروا له هكا الجورنال صافي وكيبقى يقطر فيه حتى تيبس لينا تماما. كيف ما شفتوا من بعد ما كنزولوا له البلاستيك فاحنا كنباعدوه هكا على بعضياته عاوتاني هكا باش يقدر انه يتشمش لينا مزيان ويتهوى لينا مزيان. كيف ما شفتوا نفس الشيء كنديروه للكرداس حتى هو كنحيدوا له حتى هو البلاستيك ديالو وحتى هو كنبعدوه هكا على بعضياته كيف ما شفتوا. وكل مساء او كل ليل فاحنا كنعاودوا نغطيو عاوتاني بنفس البلاستيك. ومن ناحيه البلاستيك اخواتي فاحنا كنعلقوه في الجانب، من ناحيه البلاستيك فاحنا كنعلقوه غير هكا في الجانب ديالو. وكل مساء فاحنا كنعاودوا عاوتاني نغطوه به ونعاودوا نحيدوه ثاني ونحطوه هنا في الجانب ديالو. صافي كنباعدوا دابا القديد ديالنا هكا باش يتهوى لينا وتشمش لنا مزيان. ونفس الشيء كنديروه للكرداس ديالنا. شوفوا اخواتي من بعد ما كرم ليا القديد ديالي فانا ما خليتوش بزاف في الشمس. بالنسبه للاخوات اللي ما غاديش يحتفظوا به داخل المجمد فممكن يخلوه فتره اكثر من هذه باش يقدر انه يقصح لي راه قصح كما شفتوا. يعني كنقولوا بركه كيف ما شفتوا. بالنسبه لي انا فهي يعني كما كنقولوا المده بركه. انا دخليته اسبوع، ممكن تخلوه حتى ل 10 ايام 15 يوم. المهم كيف ما كتعرفوا حتى دابا الحال سخون والصيف دابا
فما فيها باس اننا يعني كافيه، ان اسبوع فهي كافيه. انا غادي نحتفظ به داخل المجمد اخواتي. كما قلت لكم الامهات والجدات ديالنا فهم كانوا كيكرموه اكثر من هكا، لانهم كانوا كيحتفظوا به خارج المجمد. دابا ان شاء الله نوريكم طريقتي في الاحتفاظ به. كنجيب هكا البلاستيك الغذائي اللي غادي يدخل كما كنقولوا هكا المجمد. كناخذ الكميه اللي انا غادي نحتاجها للطهي مثلا. كما كنقولوا يعني كل كميه غادا نعزلها بوحديتها، ما غاداش نخليه كامل هكا. كما كتشوفوا مثلا انا غناخذ هذه الكميه، كنظن ان هذه الكميه كافيه كيف ما شفتوا. صافي كنجيب لها بلاستيك الغذائي بحال هكا صافي وكنخزنها فيه. يعني صافي هذه هي الكميه ديال كما كنقولوا وجبه واحده او استعمال مره واحده. صافي كنعاود نفس الطريقه كنديرها للباقي ديال الجديد اللي عندي. كيف ما شفتوا اخواتي كنديروا له هذه الطريقه، كنجمعوه هكا في بلاستيكات وكنحزموه بحال ما هكا. كيف ما شفتوا بحال هكا تنحزموا البلاستيك ديالنا. يعني كنديروا كل كما كنقولش هكا نخرجوا منه الهواء، نحاولوا نخرجوا منه الهواء صافي. وكنحزموا البلاستيك ديالنا هكا مزيان، ومازال غادي نعاودوا نديروهم في بلاستيك وحده. كما كتعرفوا فاللحم المجفف اولا القديد اولا القتيد فهو تيعطي ديك النسمه وديك النكهه. دابا نيت راه عاطيه فيه الريحه ما شاء الله. ان شاء الله نشوفوا مع بعضياتنا الشهيوات. كما كتعرفوا فاحنا كبرنا على هاد الشهيوه ديال اللحم المقدد اولا المجفف اولا القديد، فهو كينسم لينا الطبخ. صافي نخرجوا منهم هكا الهواء كيف ما شفتوا. هذا هو اللحم المقدد ديالنا اخواتي. نتمنى من الوصفه انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. كيف ما شفتوا معنا الطريقه من الاول حتى لدابا، ملي بدينا في التتبيل ديالو حتى الطريقه ديال التشميس ديالو. كيف ما شفتوا كان في الحبل في النشار، فهو ما كان فيه لا ذباب لا غبار لا حتى شي حاجه. كيف ما شفتوا حتى ملي جمد هذا نشف لينا ويبس لينا في الشمس، فهو كيف ما شفتوا بقى محافظ على دوك التوابل ديالو كيف ما شفتوهم فيه. صافي كيف ما شفتوا حنا جمعناه هكا نيه بحال هذا الشكل. غنجمعوا هذا البلاستيك عاوتاني غنديروا في بلاستيك وحده اولا في علبه وغندخلوه ان شاء الله للمجمد وغادي يبقى عندنا في المجمد. نتمنى اخواتي من الاخوات اللي كيحيروا في القديد اولا ما تينجحش معاهم القديد اولا القديد انهم يتبعوا هذه المراحل، ونتمنى الوصفه تنجح معاهم. وخليت لكم الراحه اخواتي وعواشركم مباركه وفي امان الله، وفيديو قادم ان شاء الله في شي يوم من شيوات ام حمزه.